ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ان شاء الله النهارده هنحضر بودرة السحلب، وهي بسيطة جدا. انا اول حاجة جبت رز. انا ما عنديش دقيق رز، فانا جبت رز وغسلته كويس جدا، وسبته كمان منقوع لمدة ساعة في المية، وبعد كده سبته لحد ما ينشف. حطيته كده في مصفى وسبته لحد ما ينشف، وبعد كده طحنته في المطحنه بتاعه التوابل. طلع لي دقيق بالشكل ده. لو انت ما عندكيش دقيق الرز تقدري تعمليه بالطريقه دي. تغسليه وتنقعيه كويس جدا في الميه وتصفيه وتسيبيه ينشف براحته جدا، وبعدين تبداي ان انت تحطيه في الكبه وتطحنيه. تمام، خدت منه كوبايه، هحطها كده، واخد كمان نص كوب من السكر البودر، وكمان نص كوبايه من النشا، ونص كوباية من الحليب البودر. تقدري تجيبي السايب وتقدري تجيبي الشركات ايا كانت، وكمان نص كوباية من الكريم شانتيه. بصوا عاملين معانا كمية قد ايه. وبعد كده هجيب بقى سمسم وهجيب جوز الهند. كمان جبت نص كوباية حطيت فيها سمسم على جوز الهند. تمام، كمان هحط رشة فانيليا بسيطة. بحب الفانيليا البودر اكتر من السايلة، بتبقى ريحتها اقوى. وبحس ان السائلة بتدي كمان طعم كده في الحاجة. طبعا احنا ما بنتكلمش دلوقتي ان احنا نحط سائلة هنا خالص، لان هنا كلها يعني مواد بودر. تمام. بالنسبة للسائلة، انا بحب البودر اكتر. لو كنت هعمل كيك او هعمل اي حاجة، جربت السائلة ما عجبتنيش، بتدي طعم كده شوية كارف في الحاجة اللي احنا بنعملها. تمام، هبدأ بقى ان انا اقلب المكونات دي كده كلها. هبدأ اقلب كل ده كده مع بعض. همزج المكونات دي كلها مع بعضها علشان ابدأ اعبيها في برطمان او حاجة اشيلهم عندي بالشكل ده. نبدأ نقلب كل الكلام ده. هجيب بقى حاجة ان انا اعبي فيها. ما عنديش برطمانات جاهزة دلوقتي، فانا هجيب علب عندي بستخدمها في الحلويات. هبدأ ان انا احط فيها الخليط بتاعي دوت. بصوا، قبل ما اعبيها انا زودت كمان شويه جوز الهند، لان انا بحب طعم جوز الهند جدا. زودت شويه جوز الهند، وزودت شويه كريم شانتيه تاني، معلقه كده بالظبط كبيره، ومعلقه جوز هند كبيره، وكمان معلقه حليب بودر كبيره. تمام، هبدا بقى ان انا اجيب العلب علشان خاطر ان انا اعبيها. بصوا حاليا ما عنديش غير العلب ديت. هبدا ان انا احط فيها، لان ما كنتش مجهزه نفسي ان انا اجيب علب احط فيها وكده. بصوا يا جماعه، ده جوز الهند. تمام. هبدا بقى ان انا احط جوز الهند اللي انا جايباه مش ناعم قوي. لو تقدروا تجيبوا الناعم قوي مفيش مشكله. هنقدر تبداوا بقى تعبوا بصوا العلب بالشكل ده كده. ماشي، نعبي علبه كمان. بسم الله ما شاء الله، يعني عمل كميه حلوه جدا، كميه محترمه يعني. عبيت بقى العلب واتبقى دول كده معايا. هبدأ ان انا اعمل دلوقتي سحلب واجربه قدامكم. تمام، هشيلها كده على جنب واجيب العلب اللي احنا عملناها. بصوا بالشكل ده. حطيت بقى ايه، طبعا عبيتها، وبعد كده حطيت جوز الهند وسمسم وفول سوداني ولوز كده. يعني اي حاجه متاحه عندك. لو متاح فول سوداني بس مفيش مشكله، جوز الهند سمسم اي حاجه مفيش مشكله. احنا كمان حاطين ايه في البودر من جوه. تمام، ودي علبة تاني اهي. بصوا بقى الكمية عاملة كمية قد ايه، بسم الله ما شاء الله. تمام، ما كلفتناش اي حاجة. يعني بالنسبة لتكلفة بره، فتكلفتها بسيطة جدا. ابدأي انت اعمليها في البيت، وهتضمني ان هي معلهاش مواد حافظة ولا اي حاجة يعني. احنا عارفين طبعا التفاصيل اللي بره وشغل المصانع والكلام ده كله. لا، اعملي حاجة في البيت انضف واطعم، وانت عاملاها بايدك فهتكون احلى بكتير. استنوني بقى هعمل السحلب قدامكم. دلوقتي بقى هنبتدي نعمل كوبايتين سحلب كده. هعمل 3 كوبايات سحلب، معايا 3 كوبايات لبن مغليين. انا غليتهم على النار
المفروض انتي بتحطيه على النار وتقلبي كده وتسيبيه يغلي غلوتين مع البودر دوت. بس انا غليته وحطيته كده في اي حاجه معايا يعني. وهبدا ان انا اضيف عليه كل كوبايه لبن، احط عليهم معلقتين من السحلب. بصوا انا في اخر شويه دول يعني زي معلقه رحت حطاها برضو. طبعا انا بقلب كده ايه يعني مش على النار، انا اللبن سخن بقلب فيه كده ايه تقليب سريع. تمام. هيطلع خفيف مني شويه. لكن انتي لو عايزه السحلب سمكه سميك على حسب السمك اللي انتي عايزاه، ابدأي ان انتي حطيه على النار مع اللبن وهو بيغلي كده. هتلاقي النتيجة تمام. بس انا كده بقى هجيب كوبايه مج كده معايا. انا حطيت شويه كمان التانيين دول هما زي معلقه كده. وبدات ان انا اقلبهم كمان لان كانوا اخر حبه في الطبق يعني. طبعا عاملين معايا كل الكميه اللي انتوا شايفينها التلات كوبايات دول. دي اصلا كوبايات شوربه كانت عندي بطلع فيها حلويات وكده ودي كانت موجوده عندي، فانا علشان ما عنديش برطمانات يعني حاليا فحبيت ان انا احط فيها. ابدا بقى اصب كوبايه كده، هي تطلع خفيفه بس انا بصراحه بحبه خفيف يعني ما بحبوش السحلب بيكون سميك قوي كده. تمام. ولما يبرد لقيته تقيل شويه يعني شايفينه كده لما برد لقيته تقيل شويه قبل ما اشربه يعني. بس كده ده كان الفيديو بتاعنا، لو عجبكم ما تنسوش اللايك واشوفكم مع فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.